انت تعرف ان كل حاجة حواليك في الأوضة بتتحكم فيك؟ بتتحكم فيك وفي كل تصرف بتعمله. يعني لو محاوط نفسك بكتب فغالبا هتميل للقراءة، اما بقى لو دراع البلاي ستيشن دايما قدامك والكمبيوتر مليان العاب فغالبا هتقضيها لعب. وده ليه؟ لان عقلك بيحب السهل، بيحب دايما ياخد القرار اللي مش محتاج فيه اي مجهود. ويا سلام بقى لو كانت الحاجة دي موجودة دايما قدامه، فما اظنش ان هو يفكر اصلا. هيقولك انا لسه هدور على كتاب عشان اقراه وده محتاج تفكير وتركيز ويجي 3 ايام على ما اخلصه. يا عم ادينا دراع البلاي ستيشن خلينا نلعب ماتشين فيفا. غالبا يا صديقي دي مشكلتنا كلنا، فاعمل لايك وسبسكرايب وتعال اقولك نحلها ازاي. لو عايز تتغير غير كل حاجة حواليك، شيل اي حاجة بتشتتك وحط الحاجات اللي بتقربك من اللي انت نفسك توصل له. وزي ما جيمس كلير قال في كتاب اتوميك هابتس، العادات بتبدأ من البيئة اللي حواليك مش من الإرادة. فانت لو عايز تبدأ عادة جديدة او تقلع عن عادة سيئة فجهز البيئة اللي حواليك ان هي تكون بتخدم على العادة دي. كل ما كانت البيئة اللي حواليك بتساعدك على ان انت تبني عادة جديدة او ان انت تبطل عادة سيئة، فده هيقلل كتير جدا من الإرادة اللي انت بتحتاجها كل مرة عشان تبدأ في العادة الجديدة او ان انت تبعد عن العادة السيئة. فانا عايزك بعد الفيديو ده تركز جدا على الحاجات اللي بتضيع وقتك وتبدأ تبعد عنها، والعكس شوف القنوات اللي انت بتستفيد منها وخلي اشتراكاتك بس مع الناس دي، لان انت لما تتفرج عليهم هيخلوك تطور من نفسك ويساعدوك ان انت تكون في مكان احسن. وده اللي انت عايزه الفترة الجاية. وخليك دايما فاكر ان كل حاجة حواليك اما بتزقك لقدام او بتشدك لورا.